يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. دي قناة نبيذ العرب ومعاكم القهوجي. النهاردة هنعمل ريفيو تاني عن سامس كوفي. النوع اللي معانا النهاردة اسمه افريكانو. باين من اسمه طبعا افريكانو، هو افريكان بلند. يعني ايه افريكان بلند؟ بلند يعني خلطة من اكتر بلد من افريقيا. طبعا من قبل ما نلف العبوة ونشوف ايه اللي مكتوب على ظهرها، مادام حاجة من افريقيا يبقى احنا قدام نوع هيبقى فيه حمضية، يعني طعم مزز. هيبقى فيه فواكه. يعني ايه فواكه؟ فروتس، بس عشان الناس ما تتخيلش انها تشرب عصير، مش للدرجة دي. بس دايما القهوة بتاخد شكل الحاجة اللي هي اتزرعت جنبها، او شكل التربة او الطعم اللي في التربة. فالمزارع اللي في افريقيا كلها بيبقى الطعم كله هتلاقيه مدي ايحاءات او مدي نوتس، طعمها مدي على فاكهه، على ليمون مسكر شويه فيقلب معاك برتقان، تحس بطعم جريب فروت، تحس بحاجه فيها مزازه شويه في الطعم. طيب في الحالات اللي زي دي، هل يستحسن انك تستخدم النوع ده اسبريسو ولا تستخدمه فلتر؟ انا دايما بنصح ان طالما رحت ناحيه افريقيا خليك دايما مع القهوه المفلتره او قهوه الفلتر. قهوه الفلتر دي اللي هي ايه؟ اللي هو الايروبريس مثلا، او الكاليتا او الفي 60 او اي حاجه من الحاجات دي. طب هل ده معنى ان انا ما اشربهاش اسبريسو؟ لا، ممكن تشربها اسبريسو، بس طبعا بيختلف من محصول للتاني ومن بلد للتانيه. فبما اننا قدام بلند، فخلينا نجربه بالطريقتين. خلينا نجربه بالاول نعمله بالايروبريس ونشوف الايروبريس اللي هو على اعتبار انها قهوه فلتر، هل هنحس بنوتس واضحه للمحاصيل الافريقيه ولا لا. وخلينا نجربه اسبريسو ونشوف هل هيطلع لاذع قوي وحمضي ما يتشربش، ولا هيبقى لطيف وظريف وممكن نشربه كده وننبسط بيه. خليكم معايا، هنبدا دلوقتي. الخطوه الاولى طبعا اللي بنعملها دايما ان احنا مش هنتكلم على الباكجينج تاني، لان سامي من احسن الاماكن اللي انا بشوف ان عندها باكجينج محترم. تاريخ التحميص هنا ما عداش عليه تقريبا اسبوعين، فبرضه يعتبر كده 3 اسابيع، فده يعتبر ميعاد كويس جدا ان احنا نشربه. بصوا هنا سامي بيحط نقطه حلوه قوي، اللي بيقول لك التفضيل لكل آلة من الآلات التحضير يبقى عامل ازاي. فهو هنا مديله انه مفضل في معظم الآلات الفلتر، ومديله انه مفضل 100% او واخد 5 نجوم للاسبريسو، وده يمكن عكس اللي انا كنت بقوله دلوقتي. فخلينا اجرب واشوف فعلا هل النوع ده في الاسبريسو هيبقى اقوى من الفلتر ولا لا. تحميص ميديم، هنفتح ونشوف دلوقتي. ومش كاتبين نوتس محدده هنا، اكتر من انه قايلين ان النوتس هتبقى رايحه فعلا ناحيه افريقيا، ناحيه الفواكه، ناحيه الفروتس، ناحيه الحاجات دي. خلينا نتفرج. نبدا كده نفتح مع بعض العبوه. الاول من الريحه مش قويه قوي، مش زي ما انا كنت متخيل. لان دايما انا لما بفتح اي حاجه ليها علاقه بحاجات افريقيا بتبقى الريحه قويه، الحمضيه بتبان في الريحه. زي ما انتم شايفين ده شكل الحبوب. التحميص وسط. طيب الريحه، الارومه مش قويه قوي، مش حاسس قوي بالارومه، او انا جالي كورونا معرفش. خلينا نجرب دلوقتي ايه، نطحن ونشوف مع بعض الطعم والارومه في الطحن هتبقى عامله ازاي، او الارومه يعني في الطحن هتبقى عامله ازاي، والطعم في الفلتر في الايروبريس هيبقى عامل ازاي. طيب احنا كده عملنا البلند بالايروبريس. حطيت ريشيو 1 ل 12 ونص، يعني كل جرام قهوه قدامه 12 ونص جرام ميه. هو الطبيعي بيبقى 1 ل 15، 1 ل 17،
بس انا بحب القهوه في الايروبريس تبقى تقيله شويه. عملتها انفرتد، يعني كان مقلوب زي ما انتم شفتوا، وسبتها 4 دقايق تتخمر. ضغطه خفيفه ونزل لي القهوه زي ما انا شايف. قبل ما ادوق، اول حاجه الاروما بدات تظهر شويه، بدا يظهر شويه الطعم او الريحه بتاعه محاصيل افريقيا، الريحه اللي فيها فاكهه، تحس ان انت بتشم شويه كده حاجه رايحه ناحيه الليمون ولو انه مش ليمون قوي. بالنسبه للقوام، القوام تقيل مش خفيف زي ما انتم شايفين، يمكن ده راجع للريشيو اللي انا عملتها. خليني ادوق واقول لكم ايه الاحساس اللي انا حاسه بالظبط بالنسبه للطعم. ده اغرب بلند محاصيل افريقيه انا دقته تقريبا لاسباب كتير. اولها مفيش اي حمضيه في الطعم خالص خالص، يعني انا مش حاسس باي طعم حمضي في بقي باي حال من الاحوال، وده غريب. تاني حاجه الفروتس قليله، مش زي ما انا كنت متوقع ان انا هلاقي طعم الفروتس القوي اللي انا حاسه من الريحه شويه. يعني ما حسيتش بليمون، ما حسيتش ببرتقال، ما حسيتش بجريب فروت، ما حسيتش بيوسفي، ما حسيتش باي حاجه من الايحاءات اللي بتيجي على لسانك وانت بتشرب. الحاجه بقى اللي بعد كده هو انا حسيت ان انا بشرب شاي. يعني انا حسيت ان الطعم ده قريب للشاي الكيني اللي كنت لما حد بيبقى واحد صاحبي مسافر كينيا ولا حاجه خليه وهو راجع يجيب لي معاه شاي، فده طعم الشاي الكيني اللي انا كنت بدوقه. فمعلش انا يعني هشرب ميه وادوق تاني ثانيه واحده. انا هدوق تاني. رايي النهائي المحصول ده بالنسبه لانه محصول افريقي ما حسيتش فيه قوي بالحمضيه اللي انا كنت متخيلها. في حمضيه موجوده بس خفيفه جدا، حسيت انه اقرب شويه للشاي، معرفش ليه. الارومه بتاعته متوسطه او قليله الى حد ما. كانت مدياني شويه ريحه فيها سنه ليمون بسيط قوي كده، بس ما اقدرش اقول انه عجبني قوي. خليني اجرب دلوقتي اعمله اسبريسو. انا متحمس بقى اعمله اسبريسو ليه؟ لان انا كده بدات افهم الحاجات اللي كانت مكتوبه هنا. مكتوبه كده ليه؟ مكتوب ان انت استخدمه اسبريسو اكتر ما تستخدمه فلتر، مع انه فلتر واخد 4 نجوم بس مدينه في الاسبريسو 5 نجوم. فمتهيألي على الحمضيه الخفيفه في الفلتر لما تزيد شويه مع مكنه الاسبريسو مع الضغط هيدينا طعم احلى. خلينا نجرب واقول لكم انا حسيت بايه. طحنا قد ايه؟ طحنا 18 جرام. المفروض ال 18 جرام دول هعمل ريشيو 2 او 1 ل 2.5. يعني ال 18 جرام دول المفروض ان هم يطلعوا لي 45 جرام قهوه في من 30 ل 35 ثانيه. لو المعيار ده ما اتظبطش بالميزان هعيد الطحنه سواء اخشن او انعم. خلينا نجرب ونشوف الطحنه دي هتطلع ايه. بدأت التايمر زي ما انتم شايفين، الاستخلاص نازل مظبوط بالملي، اللون حلو جدا. اهم حاجه بس التايم يجي مع عدد الجرامات اللي انا محتاجها عشان اخد استخلاص مظبوط اقدر منه اقول الطعم عامل ايه. انا دلوقتي 26 ثانيه 25 جرام. كده 35 ثانية 40 جرام، وده بالنسبة لي كويس جدا 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 كاستخلاص. انا كده قلبتها، خلونا ناخد كده نشوف الطعم اخباره ايه. مبدئيا كده يا جماعة، اول حاجة الاروما بقت واضحة جدا 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 فيها الفاكهة اللي ما كانتش باينة في الفلتر. ده رقم 1. رقم 2 بالنسبة لي الكريمة كثيفة جدا وحلوة وشكلها جميل. حتى بصوا بعد ما شربت، دي الكريمة اللي تفضل معاك لحد اخر الشوت، لونها ذهبي ما فيهاش اي فقاعات او فوم، شكلها تحفة. تالت حاجة بالنسبة للقوام، القوام تقيل جدا، تقيل اتقل. يعني انا فهمت دلوقتي البلند ده القوام بتاعه تقيل وباين فيه القوام التقيل بشكل كبير.
بالنسبه بقى للطعم، انا دقت من الشوت جزء كبير، واقدر دلوقتي اقول لكم اختصارا الفروقات اللي انا حاسسها ما بين الشوت ده لما استخدمته اسبريسو ولما استخدمته امريكان. خليني الاول اقول لكم النوتس بتاعه الاسبريسو. نوتس الاسبريسو اللي واضحه قدامي: حمضيه قليله، مراره خفيفه مقبوله، طعم فيه ايحاءات ليمون وايحاءات جريب فروت بشكل كبير. عارفين الجريب فروت اللي بيسيب مراره خفيفه في اخر بقك مع مزازه؟ هو ده الطعم اللي انا حاسه. افتر تيست مر شويه من طعم الجريب فروت او من طعم الموالح اللي انا حسيت بيها. في المجمل انا في حاجه المفروض ما كنتش اعملها بس انا عملتها، الا وهي مكتوب هنا قدامي بلند. الف ب يا جماعه، البلند ما بيتعملش فلتر، بس انا كلمه افريكان دي او ان هي محاصيل افريقيه، انا متعود دايما ان اي حاجه محاصيل افريقيه انا ما بحبهاش اسبريسو لان هي بتبقى حمضيه، فانا لازم اخدها على الفلتر عشان اطلع منها الايحاءات اللي انا عايزها. لكن هنا لما حطيتها على الفلتر طلعت لي شاي، طلعت لي قهوه الى حد ما مش مكتمله المعالم زي ما انا بحبها، مش زي لما بدوق الكيني مثلا او الاثيوبي او حاجه زي كده. في نفس الوقت هي كاسبريسو حلت لي مشاكل المحاصيل الافريقيه مع الاسبريسو، انه بيبقى مزز جدا وان انت مش قادر تستحمل المزازه دي في الطعم. فتخيل بقى ان هم قدروا يحلوا او يعملوا او تتعمل المعادله دي، ان انت تاخد طعم مش مزز قوي وفي نفس الوقت يمشي اسبريسو لمحاصيل افريقيا. فانا مبسوط من النقطه دي. لكن ارجع واقول لكم تاني، لا هي ما تتعملش فلتر، وانا مش هكررها فلتر تاني، انا هستخدمها اسبريسو عشان افضل معايا نفس الطعم اللي انا حاسه. ده كده مبدئيا اللي انا حسيته من الافريكان بلند اللي انا دقته النهارده. ارجع واقول لكم تاني يا جماعه، ما حدش يعمل بلند على الفلاتر علشان ما تاخدوش شاي زي ما انا عملت. وحابب اشكركم جدا النهارده على وقتكم معايا. ارجوكم خليكم معايا ان شاء الله، لسه معايا 3 انواع تاني من سامي هنعمل لهم ريفيو ان شاء الله على ادوات مختلفه عشان نشوف ايه انسب حاجه لكل حاجه. واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.